مساء الخير عليكم يا جماعة. أنا هشرح في الفيديو ده إزاي ندفع الإيصال بتاع البنك في السفارة الأمريكية في القاهرة عن طريق الأونلاين بدون ما نحتاج نطبع إيصال ونروح ندفعه في أي فرع من فروع البنوك اللي قلناها. معاكم رجاء شكر الله، والنهاردة 8 مارس 2025 السبت. تمام، يوم السبت. أول لما تعملوا لوج إن أنا هبعت لكم الصفحة اللي هنعمل منها لوج إن، وهيبعت لكم كل واحد فيكم اليوزر نيم والباسورد، وفي 3 اسئله كده سكيورتي كويشن هبعت لكم اجاباتهم برضو. خلاص، انتوا هيبعت لكم على الخاص اليوزر نيم والباسورد، وانا على الجروب هبعت لكم اجابه ال3 اسئله لانها تبقى ثابته للجميع. اتفقنا؟ طيب، اول لما نخش لوج ان هنلاقي الصفحه بالشكل ده، هندوس كونتينيو ابلكيشن. اوعى حد يدوس الاولى، هندوس كونتينيو ابلكيشن. يلا، هيطلع لنا اول لما ندوس كونتينيو ابلكيشن اوريدي احنا كنا مختارين الاوبشن باي كاش. لا، انا مش هختار كاش ده. هطلع فوق وهختار فوق، شايفين الحاجات اللي هي فوق بعض دي؟ هنختار اللي هي سنجل وفاميلي بيمنت دي. خلاص، هيرجع بيا خطوه عشان اختار انا عايز ادفع ازاي. طبعا انا في الاول هيجي لي مش في نوت فاوند، وبعد كده يجيب لي الاختيارات اهو. هختار الثانيه اللي هي كريدت اور ديبت كارد. تمام. اوريدي كل واحد هيوصله ايصال عن طريق ساره، فيعني ما فيش مشكله. اللي مش هيعرف يعمل الخطوات دي في الاخر وهيفشل يطبع الايصال كده ومعلش ينزل بقى يتفضل يدفعه في البنك. اتفقنا؟ هنعمل سبميت، هيفتح لنا خانه عشان نملاها. تمام. بعد كده هيجي لنا الخانه دي، هندوس على كليك هير تو باي ويز يور كريدت اور ديبت كارد. هنقدر نستخدم اي كارت سواء كريدت او ديبت. هنا هنبدا نكتب الاسماء، مثلا رجائي والاسم الاخير شكر الله، ده زي الاسم الموجود على الكارت. هنكتب مثلا نفترض ساكن في سموحة، ألكسندرية، المحافظة، الدولة مصر. بوستال كود، أي حد يعرف البوستال كود يعرفه، ما يعرفوش ممكن يكتب 25,000 كحاجة ثابتة، مش هتفرق معايا. هنا هنحط التليفون المصري، هنحط بالكود 002 010 729 670 مثلا، ده تليفوني في مصر. وهنا مثلا هنحط إيه؟ إيميلي الشخصي مثلا. خلاص، فيزا اب كويت ده إيميلي أنا، كل واحد هيحط إيميله هو الشخصي اللي تجيله عليه الداتا. بس هنختار فيزا او ماستر. كل حد يا جماعه عنده كارت سواء ديبت او كريدت، سواء كارت مصروفات او كارت بينزل عليه المرتب والكلام ده، بيبقى مكتوب عليه علامه شركه فيزا او علامه شركه ماستر. بس ده مش معناه ان ده كريدت، يعني عشان بس الناس تبقى فاهمها غلط. مثلا اختار انا كارتي فيزا نفترض. هنا هكتب، نفترض في كارت كده هو هنقول له بياناته مثلا اهي، اي كلام مثلا. نشوف الكارت ده نفترض ونحط له ايه 4 2 1. تمام، وندوس بي. المفروض هنا طبعا عشان البيانات اوريدي الكارت ده مش صح، فايه هنشوف هو هيعمل ايه. هيديني تمام، هيقول لي مثلا ذا اوردر ديكلاين ده، ليه؟ لان الكارت ده مش مظبوط. بس انت عليك توصل للصفحه دي وتكتب البيانات كلها صح، وفي الاخر تدوس باي ويدفع. بس المفروض يكون دفع معاك. اللي هيدفع ليها اونلاين ليها كذا ميزه. بمجرد ما تدفع التفعيل بيتم فورا، ونقدر على طول نخش نبص على الجدول، واللي يدفع يقول لي ساره يبعت لها الخاص ان هو دفع. اللي هيعرف يعمل الطريقه دي يبقى زي الفل. تمام. اللي يقابله اي مشاكل يبعتها لنا على الجروب، على الجروب فقط. يبعت لي المشكله اللي قابلته. ممكن الموضوع ده هيسهل لنا كتير للي ليه في التعامل اونلاين. يبقى دلوقتي هبعت لكم الموقع اللي هنخش عليه. هيطلب منك يوزر نيم وباسورد، كل واحد هيبقى مبعوت له اليوزر والباسورد، وغالبا اليوزر بيبقى الاسم الاول والاخير في الجواز، والباسورد هتبقى مبعوته لك. و3 اسئله انا هبعتهم لحضراتكم على الجروب برضو، لان احنا مثبتينهم للجميع اجاباتهم. بس اللي يقابله مشاكل في اللوج ان او مشاكل في الدفع يصورها لي ويبعتها لي على الايه، على الجروب، ليس على الخاص ولا ليا ولا صار، عشان نقدر نساعدكم قدر المستطاع. شكرا.